ولكن بمجرد الانتهاء من التجهيزات دي كانت الطيارة قربت من الكتيبة بمسافة حوالي 4 كيلومتر، فكانت فرصة إصابتها ضئيلة جدا. وفي اللحظة دي أطلقت الكتيبة المصرية صاروخ مضاد أربك قائد الطيارة الإسرائيلية، فساب الطيارة ونط منها. ولكن بتتفاجئ الكتيبة في نفس اللحظة بظهور طيارتين تانيين على بعد أقل من 2 كيلو، وبيقدروا إنهم يدمروا 5 قواذف للصواريخ من أصل 6 للكتيبة 418، وكمان استشهاد أكتر من تلتين الكتيبة. وللأسف الوضع في باقي الكتائب اللي وصلت بورسعيد خلال الأيام اللي فاتت ما كانش يختلف كتير عن وضع الكتيبة 418، بل وكان أسوأ. وفي نهاية اليوم بيعرف القائد أيمن إن الكتيبة 418 هي آخر خط دفاع متبقي في بورسعيد. وعلى الناحية التانية التقرير اللي وصل للقيادة الإسرائيلية كان بيقول إنه تم القضاء على الكتيبة 418 عن بكرة أبيها وعلى كتائب الدفاع الجوي التانية في بورسعيد. ولكن القيادة الإسرائيلية ما كانتش تعرفه إن الكتيبة 418 لسه ما استسلمتش، وبرغم إنها فقدت أكتر من 75% من عددها وقذائفها